أبناء الصحراء الذين قاموا بمداخلات قمة في الروعة باللجنة الرابعة بالأمم المتحدة. أصدقائي نحييهم، الذين أسالوا كما يقولوا العرق على نظام العسكر، بل أدبوا عدو شمال إفريقيا. خطاب النصر، سمعوا مليح دباب العسكر. اليوم جلالة الملك محمد السادس ربي يحفظه ألقى خطاب النصر، ألقى خطاب النصر، وهذا يأكد على أن المغرب انتصر في ملف الصراع حول الصحراء المغربية. إذن في بداية الخطاب الملكي يعني وهو موجه إلى نواب البرلمان طبعا المغربي في افتتاح هذه السنة التشريعية، قال: أخاطبكم اليوم في افتتاح هذه السنة ومن خلالكم لمختلف الهيئات والمؤسسات والمواطنين، يعني بخصوص التطورات، يعني حوايج جدد اللي جات في ملف الصحراء المغربية طبعا. وقال جلالة الملك بأنه منذ اعتلاء العرش أننا سنمر في قضية وحدتنا الترابية من مرحلة التدبير، يعني من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير داخليا وخارجيا، يعني منذ أن اعتلى جلالة الملك عرش أسلافه المنعمين قبل ربع قرن من الزمن. وقال بأنه دعوت كذلك للانتقال من مقاربة رد الفعل إلى الأخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية. وقال في الخطاب نتاعو أنه أنا هذا الأساس عملنا لسنوات بكل حزم وتأني وبرؤية واضحة، واستعملنا كل الوسائل والإمكانات المتاحة للتعريف بعدالة موقف بلادنا وبحقوقنا التاريخية والمشروعة في صحرائنا، وذلك رغم سياق دولي صعب ومعقد. وهذه الفقرة المهمة يعني. وقال اليوم، علاش قلت لكم هذا خطاب النصر؟ اسمع مليح يا دباب العسكر، هذا خطاب النصر، يعني خاصكم ترفعوا الراية البيضاء يا نظام العسكر. قال: اليوم ظهر الحق، اليوم ظهر الحق والحمد لله، والحق يعلو ولا يعلى عليه، والقضايا العائدلة تنتصر دائما. قال الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. يعني هذا الفقرة ماشي جا وحطها وقالها ملك المغرب في خطابه أمام البرلمان، يقول اليوم ظهر الحق، يعني خلاص يا نظام العسكر. ما معنى ذلك؟ معنى أن المغرب انتصر في هذا الملف، في هذا الصراع الذي أتكاه نظام العسكر. وقال جلالة الملك: وها هي الجمهورية الفرنسية. أخذت عارف بلي هم مولين لافير، هذاك النظام تاع العسكر مجرد أداة ولا مجرد امبيون ولا منفذ لأجندات وسياسة الاستعمار. قال: وها هي الجمهورية الفرنسية تعترف بسيادة المملكة على كامل تراب الصحراء، وتدعم مبادرة الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية المغربية كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل. يعني قال واليوم ظهر الحق، وربط وذكر الآية وربطها باش بالاعتراف نتاع الجمهورية الفرنسية، لأن الطرف الفعلي أو مول لافير ولا مول الفكرة اللي تمتد على 70 سنة هي فرنسا الاستعمارية، اللي كان ينفذ وكيلها في شمال افريقيا سياستها، كان يوفد وكيلها في شمال افريقيا سياستها. وهنا جلالة الملك أكد بأنه بالاعتراف الفرنسي بسيادة المغرب على الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي ظهر الحق والمغرب انتصر. المغرب انتصر. واليوم خطاب جلالة الملك هو خطاب النصر، لو ديسكور دو لا فيكتوار، ديسكور دو لا فيكتوار. وزاد هنايا قال بأنه أتقدم باسمي شخصيا، يعني بأصدق عبارات الامتنان والشكر، يعني شكر فرنسا، ميرسي لا فرانس، باسكو فرنسا
صححت جزء من أخطائها، لأن الخطوة التي أقدمت عليها فرنسا خطوة تاريخية. وأنا كنت سبق وأنني تكلمت عدة مرات خصوصا في الندوة الأخيرة التي نظمها حزب جبهة القوى الديمقراطية، وإن قلت أن الاعتراف الفرنسي نقطة تحول تاريخية في منطقة شمال إفريقيا. وأضاف جلالة الملك أن هذا التطور الإيجابي ينتصر للحق والشرعية ويعترف بالحقوق التاريخية، يعترف بالحقوق التاريخية، الحقوق التاريخية للمغرب، اللي اليوم نظام العسكر ما لقاش لي زيستوريا، راح جاب واحد يولد الحمارات مشى داه الامم المتحده باش يحكي، قال لك باللي زعما عندي الدليل باللي الصحراء ماشي ارض مغربيه، وغادي نوجدوا له واحد الحوايج اللي عمرهم بالك ما شافهمش باش نبينوا للراي العام خصوصا في بلادي. سمعوا يا الجزائريين، سمعوا يا بني وطني، هذا النظام نصاب، وهذا النظام كذاب، وهذا النظام محتال، وغادي نكشفوا على الوثائق بسلاسة وبتأني اللي تزيد تبين الحقوق التاريخية للمغرب في الصحراء. قال جلالة الملك إن هذا التطور الإيجابي ينتصر للحق والشرعية ويعترف بالحقوق التاريخية للمغرب، لا سيما أنه صدر عن دولة كبرى. طبعا فرنسا هي عضو دائم بمجلس الأمن. وقال، وهذه فقرة مهمة جدا، وذلك بالإضافة إلى فرنسا تعرف جيدا حقيقة وخلفيات هذا النزاع الإقليمي. يعني جلالة الملك بالاعتراف الفرنسي أظهر أن فرنسا هي الطرف أو هي التي لعبت الدور الأساسي في هذا الملف، طبعا من أجل مصالحها، ولكن تداركت الأمر وصححت جزءا من خطئها بالاعتراف تاعها التاريخي الأخير في يوليو بسيادة المغرب على الصحراء. وهنا أشار إليها بأنها تعرف جيدا هذا النزاع الإقليمي. وأضاف جلالة الملك كما أنه يأتي لدعم الجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة لإرساء أسس مسار سياسي يفضي إلى حل نهائي لهذه القضية. يعني كاين جهود مبذولة تقوم بها الأمم المتحدة في إطار، دائما يعاود يأكد جلالة الملك في خطابه اليوم، لو ديسكور دو لا فيكتوار، خطاب النصر، بأن هذه الحلول اللي تقدمها الأمم المتحدة هي في إطار سيادة المغرب على صحرائه. ورجع عاود جلالة الملك في الخطاب نتاعه إلى الموقف الفرنسي، قال بأن هذا الموقف الفرنسي يندرج في إطار الدينامية الإيجابية اللي تعرفها طبعا مسألة الصحراء المغربية في السنوات الأخيرة منذ الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء في 10 ديسمبر 2020. عرفت دينامية إيجابية والتي ترتكز على ترسيخ سيادة المغرب طبعا على ترابه وعلى توسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي طبعا التي قدمها المغرب سنة 2007. ثم قال وهكذا فقد تمكنا والحمد لله من كسب اعتراف دول وازنة ودائمة العضوية بمجلس الأمن كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. كما نعتز، قال جلالة الملك، بمواقف الدول العربية والإفريقية الشقيقة، الدول العربية والدول الإفريقية التي تؤمن بوحدة الأوطان ولا تمس بسيادة الدول، ماهوش كما نظام العسكر. شكرا أخي كيمو، بارك الله فيك. ما تمسش بسيادة الدول. قال نعتز بمواقف هذه الدول العربية والإفريقية التي تساند بكل وضوح والتزام الوحدة الترابية للمملكة، لا سيما تلك الدول التي فتحت قنصليات لها في العيون وفي الداخل، من بينهم دولة البوروندي اللي زادت أكدت البارحة على أنها تعترف بسيادة المغرب على الصحراء، عندها قنصلية رغم كل ما قام به النظام المجرم، النظام النصاب، النظام الذي معيش الشعب الجزائري في الشقاء وفي الذل، ويخصص الأموال نتاع الشعب الجزائري لملف هذا الملف دون أن يكسب ولا شيء. وبموازاة ذلك، يقول جلالة الملك، شكرا أخي راعي، وبموازاة ذلك تحظى مبادرة الحكم الذاتي، قال جلالة الملك، كأساس وحيد للتوصل إلى حل نهائي
لهذا النزاع في إطار سيادة المغرب بدعم واسع من طرف عدد متزايد من الدول من مختلف جهات العالم. وكنا سبق وأنني قلت بأنه أكثر من 107 دولة أعلنت رسميا دعمها المبادرة الحكم الذاتي، اللي قال عليها هذاك اللي بدا يخرف أحمد عطاف بأنها خرافة ووهم. لكن 107 دولة تقول لك باللي الحكم الذاتي مبادرة مليحة وأساس جيد وأساس وحيد، أغلبية الدول تقول أساس وحيد لحل هذا النزاع. السي أحمد عطاف يقول بأنها خرافة ووهم. مانيش عارف شكون هو اللي راه يخرف ومن هو الواهم. أنتم الواهمون يا سي أحمد عطاف. ونذكر من بينها، قال جلالة الملك في خطابه، إسبانيا الصديقة التي تعرف خبايا هذا الملف بما يحمل موقفها من دلالات سياسية وتاريخية عميقة، إضافة إلى أغلبية دول الاتحاد الأوروبي. وفعلا هناك تقريبا أعتقد 14 دولة في الاتحاد الأوروبي تدعم خطة الحكم الذاتي. والموقف الإسباني الذي أعلن عنه في 18 مارس 2022 ثم كان البلاغ أو الإعلان المشترك الإسباني المغربي في 7 أبريل 2022 كان ضربة كبيرة للنظام النصاب الذي أصيب بصدمة آنذاك، وراح وقف معاهدة الصداقة وحسن الجوار التي وقعها بوتفليقة مع أسنار في 8 أكتوبر 2002، ووقف التجارة وما عرفش تلفت له نظام العسكر آنذاك. إذا إسبانيا الموقف نتاعها والذي جدده وزير الخارجية الإسباني مؤخرا بعد صدور قرار المحكمة الأوروبية اللي كان مسيس طبعا، واللي اتأكد بأن هذاك القرار ما عنده حتى تأثير، لأن الدول التي تربط علاقات تجارية قوية مع المغرب ستواصل في تعزيز علاقاتها على جميع المستويات. ثم إن هذا القرار لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد سنة من تاريخ صدور هذا القرار. نرجع للخطاب الملكي، وهنا يقول جلالة الملك: ويطيب لنا أن نعبر لكل هؤلاء الأصدقاء الشركاء عن بالغ تقديرنا لمواقفهم المناصرة لقضية المغرب الأولى. ثم شكر كل الدول التي تتعامل اقتصاديا واستثماريا مع الأقاليم الجنوبية للمملكة كجزء لا يتجزأ من التراب الوطني، ومن بينها بريطانيا التي وقعت اتفاقية تجارة مع المغرب في 2019، ومن المرتقب أن تخرج من المنطقة تكون بالتالي تلتحق بركب الدول التي تعترف رسميا بسيادة المغرب على الصحراء. يقول جلالة الملك، يعني هنا إشارة إلى هذه الدول التي تواكب أو تتعامل اقتصاديا واستثماريا مع الأقاليم الجنوبية للمملكة، هي تواكب مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشهدها الصحراء المغربية، وتعزز موقعها كمحور للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي، كما تضعها، يقول جلالة الملك في خطابه، في صلب المبادرات القارية الاستراتيجية التي أطلقناها، يقول جلالة الملك، كمشروع أنبوب الغاز المغرب نيجيريا، ومبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، إضافة إلى مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، واللي كل دول الساحل انخرطت وتؤمن بهذه المبادرة التي أطلقها جلالة الملك في خطاب ذكرى المسيرة الخضراء للسنة الماضية. يقول جلالة الملك: رغم كل ما تحقق فإن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع المزيد من التعبئة واليقظة لمواصلة تعزيز موقف بلادنا والتعريف بعدالة قضيتنا والتصدي لمناورات الخصوم. اليوم جلالة الملك وصف نظام العسكر اللي أنا أعتبره النظام العدو، نظام عدو للجزائر وللمغرب، الجزائر كوطن والمغرب والكل شمال إفريقيا بل ولإفريقيا جمعاء، وصفهم بالخصوم. والمناورات اللي شفناها، الفضيحة اللي داروها في الأمم المتحدة مؤخرا، بالإضافة إلى عديد الفضائح التي لا تتوقف من قبل هذا النظام المهزوز. يقول جلالة الملك: يقتضي تضافر جهود كل المؤسسات والهيئات الوطنية الرسمية والحزبية والمدنية وتعزيز التنسيق بينها بما يضفي النجاعة
اللازمة على أدائها وتحركاتها. ولا يخفى عليكم، يقول جلالة الملك، معشر البرلمانيين، الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي. وهنا دعا جلالة الملك إلى المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان بهذا الخصوص، ووضع هياكل داخلية ملائمة بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية أو في المحافل الجهوية والدولية. قال جلالة الملك: إن ما حققناه من مكاسب على درب طي هذا الملف وما تعرفه أقاليمنا الجنوبية من تنمية اقتصادية واجتماعية كان بفضل تضامن جميع المغاربة وتضافر جهودهم في سبيل ترسيخ الوحدة الوطنية والترابية. وأشاد بالجهود التي تبذلها الدبلوماسية المغربية ومختلف المؤسسات المعنية وكل القوى الحية وجميع المغاربة الأحرار داخل الوطن وخارجه في الدفاع طبعا عن الحقوق المشروعة لوطنهم والتصدي لمناورات الأعداء. وشكر أبناء الصحراء المغربية طبعا على ولائهم الدائم لوطنهم وعلى تشبثهم بمقدساتهم الدينية والوطنية وتضحيتهم في سبيل الوحدة الترابية للمملكة. وبهذه المناسبة أوجه التحية والتقدير لكل أبناء الصحراء الذين قاموا بمداخلات قمة في الروعة باللجنة الرابعة بالأمم المتحدة. أصدقائي نحييهم، الذين أسالوا كما يقولوا العرق على نظام العسكر، بل أدبوا عدو شمال إفريقيا تأديبا مناسبا. كلمات قوية ألقاها كل من الصديق يعني الأخ زين العابدين الولي، الصديق حمد البويهي، الصديق فاضل بريكة، والعديد من الأصدقاء الذين هم أبناء الصحراء، ومن حقهم هم يروحوا الأمم المتحدة يحكوا على بلادهم، على أرضهم، على أرض جدادهم، واش كما جايبين المرتزقة، نظام العسكر جايب مرتزقة يخلصهم باش يقولوا باش يشكروا نظام العسكر وأطروحته المشروخة البالية المنتهية الصلاحية. اختتم جلالة الملك شكرا أخي كيمو. اختتم جلالة الملك خطابه وقال بأن المغرب سيظل دائما حازما في موقفه وفيا لنهج الانفتاح على محيطه المغاربي، وهذه كلمة مهمة جدا، والجهوي، بما يساهم في تحقيق التنمية المشتركة والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة. يعني هنا رغم كل ما تقوم به نظام العسكر، أيها النظام المجرم، لكن جلالة الملك الرجل الحكيم سليل الحكماء واش قال في آخر الخطاب؟ قال: احنا مازال أوفياء لنهج الانفتاح على محيطه المغاربي والجنوبي. يعني احنا مازال مؤمنون بالحلم المغاربي، مازال مؤمنون بضرورة تحقيق حلم شعوبنا. هذا هو الكلام اللي قاله جلالة الملك، يقوله إلا رجل حكيم، ماهوش قيادة متهورة تحكم في الجزائر التي تريد زعزعة الاستقرار أو إبقاء الوضع غير مستقر في منطقتنا، لأنها لا تريد الخير لا للجزائر ولا لمنطقة شمال إفريقيا. واختتم خطابه بآية قرآنية: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. وعلاش أنا سميت خطاب اليوم بخطاب النصر؟ خطاب اليوم خطاب النصر. اليوم جلالة الملك أعلن على أن المغرب انتصر، لأن صاحبة أو العرابة أو مولاة لافير اللي هي فرنسا، لأن هذا الملف المفتعل من قبل النظام الجزائري لولا التواطؤ آنذاك الفرنسي والإسباني، لأن إسبانيا كانت تلعب، ما كناش نعيشوا هذه المأساة اللي عشناها لمدة 50 سنة من الاعتراف الفرنسي بسيادة المغرب على الصحراء. يعني هذا هو الأمر اللي كان لازم يكون هذه مدة باش تتوضح الأمور. والآن النظام تاع العسكر خلاص راك كلمة ليتيم، ما عندك والو، عندك دروك غير راك تجيب دومير ولا تجيب الخطره الجايه الشوشع ولا ورده شارلومانتي ولا جون سي با، مانيش عارف دوك الاسماوات، ولا مانيش كما يقولوا يعني اللي المؤثرين تاع السوشيال ميديا باش يقولوا الصحراء ماهيش مغربيه. ما بقالكش، ما عندكش دول تتمشى معاك. بوراندي صفعاتك
بوراندي اللي رحت في 2022 خصص طائره رئاسيه تاع رئاسه الجمهوريه، شكرا اخت نينا شكرا، خصص طائره رئاسيه للاخت للرئيس نتاع البوراندي اللي داير قنصليه في العيون باش تجيبوا لتونس. ورحت حليت سفاره تاع الجزائر في بوراندي، واعتمدت وبنيت عطيتهم فيلا باش داروا سفاره بوراندي في الجزائر. وفي التالي قالوا لك بوراندي احنا الموقف نتاعنا ما يتبدلش، احنا الموقف نتاعنا ما يتبدلش. وهذه صفعه كبيره لك يا ايها النظام المهزوز. شكرا اخي يوسف، صفعه كبيره ليك ايها النظام المهزوز. اليوم جلاله الملك وجه الكلام ليك انت بعدها وقال لك باللي انت راك خاسر، ارفعوا الرايه البيضاء. وراني نقول لكم من افضل لكم الان، من افضل لكم قبل فوات الاوان ان تعيدوا النظر في هذه السياسه الغير معقوله. يعني واش هل واحد عاقل عنده عقل شويه عقل، لا شويه عقل، هل يصدق كلامكم؟ مستحيل. قلنا لكم راكم تكبوا الماء في الرمله، قلنا لكم هذا الملف جيم اوفر. المغاربه حروا الصحراء نتاعهم، احنا عندنا عندنا كيما يقولوا صحراء 2 مليون كيلومتر مربع، راهم الناس يديروا الطوابير باش يجيبوا الغاز في بلاد الغاز. هذوك اللي يسحقوا تقرير المصير. اهل الصحراء في الجزائر اللي يسحقوا تقرير المصير، ماشي اهل الصحراء في المغرب. قرروا المصير نتاعهم، روحوا شوفوا النيفو دي تاعهم كيفاش عايشين، افضل بكثير من سكان الصحراء الجزائريين. ضايعين، الناس ضايعين. ماشي غير الغاز، ما كانش الغاز، المواد الغذائيه الاساسيه، وزادهم المرض، الملاريا والديفتيريا وكل المصايب. وهذا علاش؟ لانك حياتكم انتم يا نظام العسكر والابواق نتاعكم واش مقابلين المغاربه، مقابلين المغرب، وناسين البلاد وناسين الجزائر. احنا يا بني وطني، انا لما نتكلم ولما ندافع على مغربيه الصحراء فمن باب دفاعي عن الجزائر، فمن باب دفاعي على وحده شمال افريقيا. احنا ماناش بحاجه باش نخلقوا كيانات في شمال افريقيا، احنا خصنا نتوحدوا باش نعيشوا يعني الازدهار والاستقرار. هذا هو اللي انا من اجله ادافع عن عداله قضيه المغرب. ماهوش اكثر من المغاربه، لانني انا ما غاديش نكون افضل من المغاربه في الدفاع عن عداله قضيتهم، لكن الحلم نتاعي هو وحده شمال افريقيا. هذا الحلم نتاع بواتنا وجدودنا، هذا هو الحلم نتاع يعني السلف نتاعنا اللي قاد الكفاح ضد المستعمر. واليوم النظام العميل ما بغاش يفهم وما بغاش يتعلم الدرس، وراح حاب زعما لانه هو عارف بانه ما يقدرش، لكن يلعب بدل الوقت الضائع. ورد الجزائر للاسف اضحوكه امام العالم. لان الواقع واش يقول؟ الواقع المغاربه راهم في الصحراء نتاعهم. سكان الاقاليم الجنوبيه للمملكه المغربيه ما سامعينش بنظام العسكر. صدقوني اللي يروح للمدن الصحراء الناس كاع ما سامعينش به. الناس خدامين ولاهين في التنميه ولاهين في المشاريع. وهذا النظام المجنون، هذا النظام على خاطر ربي يعطانا البترول والغاز ما كما يقولوا مفتون باش غير بالمؤامرات والتخلاط على حساب التنميه في بلدنا، على حساب التنميه، على حساب يعني رفاهيه الشعب الجزائري اللي راه مغبون بسبب هذا النظام المجرم. واليوم الخطاب الملكي خطاب نتاع النصر، وخطاب يأكد على أن المغرب انتصر في صراعه على النظام المهزوز، النظام العميل الذي كان ينفذ أجندات، والعرابين نتاوعه قالوا له لا صاي الصحراء نتاع المغرب ما عندنا ما نديروا. الور ما بقى لك والو يا 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 يا, يا نظام العسكر. عليك أن تعيد النظر، والكلام اللي قالوا جلالة الملك في الخطاب هذه رسالة لك يا نظام العسكري. قال لك احنا مازال متشبتين بالخيار المغاربي والجهوي ومنفتحين. يعني احنا ماناش باغيين نقولوا لك يا نظام العسكر يعني شغل انت راك خاسر ولا لا. عاود راجع سياستك، راك تضيع في الوقت. راجع سياستك، لأن مصلحة الوطن تقتضي أن نقول أن الصحراء مغربية. مصلحة الوطن، فهمت؟ راه صار لك كي ولد سيدنا نوح
نهار اللي جا الطوفان طلع لواحد الجبل وقال لهم قال لبواه قال له انا غادي يسلكني هذا الجبل. يا ودي الطوفان راه جاي. يا نظام العسكر اذا فيك ذره وطنيه، يا ايها القائمون على الحكم في الجزائر، لازم تعوا بان مصلحه الجزائر في وحده المغرب واستقراره، ماهوش في تقسيم المغرب. يا ناس، يا من تدعون انكم تدعمون القضيه الفلسطينيه، راه اكبر خدمه تقدموها للقضيه الفلسطينيه وكون كنتوا فيكم ذره وطنيه وتامنوا بالمبادئ تاع الامه الاسلاميه، انكم لا تقفون ضد استقرار المغرب ووحدته الترابيه. هذا هو الموقف الصحيح، اللي هو موقف كل الدول العربيه والاسلاميه، بل حتى الدول الاوروبيه وعديد الدول عبر القارات الخمس. دول فاهمه وواعيه. ما عادش الناس دروك تامن بهذه الكيانات الضعيفه. اذا ما تكتلتش كلاك الزمان، اذا ما تكونش متكتل على المستوى الاقليمي نتاعك، ما عندكش كيفاش ترتقي بالاقتصاد نتاع البلاد. وهذا زمن النفط والغاز وهذا الغطرسه نتاعك يا نظام العسكر سيولى، ما غاديش يبقى هذا الزمان. وما عليك الا تغيير سياستك. اذا كان فيكم ذره وطنيه، لان اللي يحب الجزائر لازم يتوقف عن معاداه المغرب. اللي يحب الجزائر لازم يتوقف على معاداه المغرب. أشكركم جزيل الشكر على متابعتكم لهذا البث المباشر. نقترب من أو تجاوزنا ب 28 دقيقة. هذا كله ما جاء في مضمون الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك اليوم في البرلمان بمناسبة افتتاح السنة البرلمانية في المغرب إن شاء الله مزيدا من الانتصار، لأن انتصار المغرب هو انتصار الجزائر، هو انتصار منطقتنا. حسم هذا الملف يخدم شعوب شمال إفريقيا، حسم هذا الملف يخدم شعوب شمال إفريقيا.